بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل وكفى، الصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله. أما بعد، النهارده قلنا موعدنا مع حل بعض الأمثلة في مادة الكالكولاس. هنحل على إزاي نجيب المشتق للدالة أسية والدالة لوغاريتمية. عذرا عن الصوت عشان عندي دور برد. تمام، دعواتكم الشفاء. تمام. فالنهارده هنبدأ نتعرف إزاي نحل أو نجيب المشتقة إزاي للدالة الأسية. تمام. فأول حاجة عندنا ازاي بنشتق الداله الاسيه. فاول حاجه هي 3 خطوات، او بص هنعمل 3 اقواس. اول حاجه الداله الاسيه بتنزل زي ما هي، هننزلها زي ما هي. هنعمل قوس كمان في ايه، في مشتقة الاس. مشتقة الاس اللي هو ايه، بيبقى فوق ده. تمام تمام. فهنقول ايه، مشتقة اس. بعدين هناخد ايه، لن للاساس، لن الاساس لو كان رقم. يعني ايه لو كان رقم؟ يعني لو كان ايه مش هناخد له لن، لان لن الاي بواحد. تمام تمام. فيعني كده هنبدأ ان شاء الله. اول سؤال معانا ودي الحاجات الاساسية اللي هنشتغل عليها. لازم يكون اول حاجة من ايه، الدالة الاسية بتنزل زي ما هي في مشتقة الاس في لن للاساس لو كان الاساس ايه، رقم. فيلا بينا نحل اول سؤال. هنا الواي معانا بكام؟ هنجيبها واي شرطة، هنقولها يساوي. هنشتق دي ازاي؟ اول حاجة الدالة الاسية بتنزل زي ما هي اهي، 2 اس جذر اكس ساين اكس. تمام. في مشتقة الأس، مشتقة الأس معانا بكام؟ مشتقة الأس ده أصلا دالة مضروبة في نفسها دالتين مضروبين في بعض. تمام. فهنشتق أول حاجة مثلا الجذر، هنقول واحد. طبعا كنا عارفين إن مشتقة الجذر 1/2، لازم يكون الجذر تربيعي. 1/2 في الجذر. مثلا هنقول إكس في مشتقة ما بداخل الجذر. مشتقة ما بداخل الجذر كام؟ واحد في واحد، مثلا واحد في واحد. تمام. فهنا عندك ده جذر تربيعي، فنقول 1/2 في الجذر، في جذر الإكس في مشتقة ما بداخل الجذر. مشتقة ما بداخل الجذر واحد. تمام تمام. هنضرب في كام؟ في ساين اكس، زائد الجذر هينزل زي ما هو، جذر الاكس. طبعا كل ده جوه قوس. جذر الاكس في كام؟ في اشتقاق الساين كوزاين. كوزاين كام؟ كوزاين اكس. اقفل القوس ونفتح القوس الاخير اللي هو ايه، اللي هو ده. لن للاساس لو كان الاساس اي رقم. الاساس عندنا 2، يبقى ايه، هنقول لن 2. كلها خطوات ثابته تمشي عليها تحل السؤال. هتسيب خطوه او هتحاول تبتكر حاجه من عندك، السؤال ضاع منك. تمام. دي الداله الاسيه. كل صفحه هنحلها نسيب لك سؤال تحله وتفكر فيه. تمام. واكتب لنا في التعليقات، او لو ما عرفتش ابعت لنا واحنا نحله لك ان شاء الله. تمام تمام. فنخش على السؤال اللي بعد كده. ده ايه؟ دي داله لوغاريتميه. الداله اللوغاريتميه بتتحل ازاي؟ اقول لك واحد على، هنكتب بس بالرصاص هنا، الدالة اللوغاريتمية 1 على اللي اكتبها باللغة العربية العامة، باللغة العامية اللي جوه اللوغاريتم في مشتقة ما بداخل اللوغاريتم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنقول واحد على اللي جوه اللوغاريتم، على اللي جوه القوس ده في مشتقة. هنطلع فوق بقى، فوق العلى، ونكتب ايه المشتقة بتاع الكلام ده. يعني ايه؟ هنشوف السؤال عندنا هنا اهلين معذرة. هنقول واحد على اللي جوه اللوغاريتم. اللي جوه اللوغاريتم ايه؟ اكس اس 4 زائد 3 اكس تربيع زائد واحد في مشتقة اهو. طبق الكلام اللي عندك جوه قوس جوه قوس. تمام. في مشتقة ما بداخل اللوغاريتم. مشتقة ما بداخل اللوغاريتم كام؟ اكس اس 4. طبعا كنا عارفين ان اشتقاقها 4 اكس تكعيب زائد 3 في 2 اكس زائد صفر. تمام. هنبسط الكلام ده، هنكتب ايه؟ هنكتب ده فوق طبعا 4 اكس تكعيب زائد 6 اكس على
المقام عندنا اكس أس 4 زائد 6 زائد 3 اكس تربيع، 3 اكس تربيع زائد 1. وكده السؤال يعني خلص، ومفيش اسهل واروع من كده. يعني ادينا عرفنا حاجتين مهمين جدا: المشتقة الأسية بتنزل زي ما هي في مشتقة الأس في لن للأساس لو كان الأساس رقم 3 أقواس، واكتب اللي جواهم وخلصت. طبعا اللي بعد كده يعني الدالة اللوغاريتمية بتنزل زي ما هي، بنقول واحد معذرة الدالة اللوغاريتمية بنقول واحد على اللي هو اللوغاريتم في مشتقة ما بداخل اللوغاريتم. نخش على المثال رقم 3. السؤال ده حلو شوية، يعني ايه لوغاريتم جوه لوغاريتم؟ هنحله ازاي؟ بسيطة جدا، نصلي على رسول الله وان شاء الله هتحل معانا والدنيا تبقى سهلة والامور بسيطة يعني. تمام. فهنخش على السؤال ده. السؤال ده طريقة حله ازاي؟ هنحل عادي جدا. ده ايه؟ ده لن. يبقى دي مشتقة لوغاريتمية، نقول واحد على اللي جوه اللوغاريتم. اللي جوه اللوغاريتم كام؟ لن اكس اهو، لن اكس في، افتح القوس الثاني، في ايه اهو مكتوب عندك في مشتقة ما بداخل اللوغاريتم. في مشتقة ما بداخل اللوغاريتم. مشتقة اللي جوه اللوغاريتم ايه؟ اللي جوه اللوغاريتم اصلا لن. ثانية واحدة عشان نوضح الصورة. اللي جوه اللوغاريتم لن، فهنقول مشتقة مشتقة ده، يعني مشتقة لوغاريتم كمان هتشتقها تاني، هنقول واحد على اللي جوه اللوغاريتم. يعني اللي جوه احنا بنشتق فيه دلوقتي، اللي جوه اللوغاريتم كام؟ هننزله لن اكس واحد على اللي جوه اللوغاريتم في مشتقة ما بداخل اللوغاريتم. مشتقة ما بداخل اللوغاريتم هنقول فيه واحد. يبقى هنقول ايه؟ تطلع معانا في الاخر معذرة بس هنا قلنا واحد على اللي جوه اللوغاريتم، واحد على اللي جوه اللوغاريتم. اللي جوه اللوغاريتم كام؟ اكس. معذرة مثلا يقول واحد على اللي جوه اللوغاريتم، واحد على اللي جوه اللوغاريتم اللي هو ايه؟ اكس في مشتقة ما بداخل اللوغاريتم. مشتقة ما بداخل اللوغاريتم كام؟ واحد. يبقى واحد في واحد. تمام تمام. فهنقول هيساوي في الاخر واحد في واحد فوق يطلع بواحد على لن اكس في اكس هيدينا اكس لن لن اكس. تمام تمام. ده حل السؤال. نخش على اخر سؤال في الصفحه. انا قلت لك هنسيب لك في كل صفحه سؤال، بس يعني فكره السؤال ده هقول لك الفكره وانت ان شاء الله هتحله. هنقول واي هتشتقها هتطلع بواي شرطه، والساين 3 اس اكس هيبقى اشتقاقها ازاي؟ هتقول